رجعت ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يلا بينا نحل دلوقتي واجب الحصه الاولى من العلوم المتكامله. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك اول سؤال: يميز كوكب الارض عن بقيه الكواكب الاخرى في النظام الشمسي. ايه النظام اللي بيميز كوكب الارض عن بقيه الكواكب التانية؟ يعني ايه اللي موجود في كوكب الارض مش موجود في الكواكب التانية؟ قلت لك الغلاف المائي، لان الغلاف المائي هو اللي بيكون، وهو اللي بيميز ال هو اللي بيميز كوكب الأرض عن الكواكب التانية. يعني كوكب الأرض هو الوحيد اللي عليه مية، والكواكب التانية مش عليها مية. صليت بين على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده أول نقطة. تاني نقطة بيقول لك تغطي المية حوالي نقط من سطح من سطح الكرة الأرضية. يعني المية نسبتها كام في الكرة الأرضية؟ مش قلنا المية 70% و30% يابس؟ 30% ايه؟ يابس. صليت بين على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال ثلاثة: أي مما يلي يمثل أعلى مصدر لنسبة الماء على سطح الأرض؟ صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك المحيطات، البحيرات العذبة، المياه الجوفية، الأنهار الجليدية. طبعا أكتر مية أو أكتر حاجة هتمثل نسبة الماء على سطح الأرض هي المحيطات. يعني مين أكتر حاجة فيها ميه على سطح الارض؟ البحيرات العذبه؟ لا، البحيرات العذبه اصلا يا ابني العذب كله اصلا نسبته 1%. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. المياه الجوفيه دي الميه الموجوده في بطن الارض، فدي ما تنفعش. تمام. الانهار الجليديه لا، دي نسبتها كام؟ 2%، اللي هي الانهار الجليديه. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالانهار الجليديه لا، يبقى اول حاجه هتبقى، او رقم ثلاثة تبقى المحيطات. طيب سؤال أربعة ده فيه غلطة. تمام. سؤال خمسة: أي مما يلي يمكن أن يمثل نسبة الغلاف الجليدي من الغلاف المائي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عايز يعرف الغلاف الجليدي أو الطبقة الجليدية نسبتها كام على كوكب الأرض. لو أنت تراجع معايا كده قلت لك إن 70% من الكوكب الأرض عبارة عن إيه؟ مية. 30% يابس. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده احنا مالناش دعوه باليابس، احنا عايزين ال70% بتوع الميه. تعال نقسمهم بقى مع بعض. ال70% بتوع الميه دول عبارة عن 2% جليد، تمام، 1% عبارة عن ايه؟ مية عذبة. صليت بينا على النبي. طيب نكمل يا شباب. سؤال خمسة بيقول لك: أي مما يلي يمكن أن يمثل نسبة الغلاف الجليدي من الغلاف المائي؟ يعني هو عايز يعرف نسبة الغلاف أو نسبة الجليد اللي على كوكب الأرض قد إيه، والمية كلها من المية كلها. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي الكلام ده بيحصل؟ بيقول لك إن هو، مش أنت كان عندك الأول إن أنت كان عندك 70% من كوكب الأرض عبارة عن مية، صح؟ 30% عبارة عن يابس. تمام، متفق معايا على كده؟ طيب بعد كده راح قايل لك ايه؟ قال لك ان انت عبارة عندك عن 97% من المية دي عبارة عن محيطات وبحار وبحيرات مالحة. يبقى كده انت عندك 97% بحيرات مالحة، 97% عبارة عن بحيرات مالحة. طيب كده عندك، وقال لك عندك ان انت 1% بحيرات عذبة، وعندك 2% تمام جليد. طيب نسبة الجليد اللي عندك كام دلوقتي؟ بيقول لك هو دلوقتي أي منين يمكن يمثل نسبة الغلاف الجليدي؟ بيسأل عن نسبة الجليد اللي هتبقى 2%. تبقى الإجابة ب. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نمسح الكلام ده. بعد كده سؤال تالت. طيب بعد كده سؤال ستة بيقول لك: المسطحات المائية في مصر تتمثل في، المية اللي موجودة في مصر موجودة في، أكيد في الأنهار والبحيرات والبحار. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. النهار والبحيرات، الأنهار والبحيرات والإيه والبحار. النهار وبحار ومياه جوفية لأ، دي غلط. تمام. نهر ومحيطات وبحار لأ. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما عندناش محيطات. بحيرات ومياه جوفية وخلجان لا. المية اللي موجودة في مصر عبارة عن ايه؟ أنهار وبحيرات وبحار. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال سبعة: أي العمليات التالية تساهم بالنسبة الأكبر في تكوين السحب؟ اللي بيكون السحب اللي هي عملية الايه؟ التكثف او التكثيف. عملية التكثيف دي اللي هي تكوين السحب. تكثيف. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. التنفس في الحيوان قلنا لا، ده ما بيساعدش في تكوين التكثيف او التكثف او السحب. التنفس في النبات لا، النفح في النبات لا، البخار اللي على، البخار المية اللي على سطح الماء. يعني ايه الكلام ده كله؟
بيقول لك ان انت عمليات البخار دي او عمليات التكثيف بتتم ازاي. ان انت الشمس بتبقى عمودية، او ان هي بتخبط في البحر، فان هي بتبقى من بشدة درجة حرارتها ان المية اللي في البحر بينها بيتبخر. يبقى انت لما تبخر المية اللي في البحر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عملية تكثف او اللي هي تكوين سحب. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العملية دي يا معلم اسمها عملية تكثف أو تكوين السحب أو تكثيف. آه بس فهي تبقى الإجابة ألف إن شاء الله، لأن أنت بتعمل المية اللي موجودة في البحر بتتبخر. فاهم؟ كأنك جايب مثلا براد شاي وحاطط فيه مية وعايز تعمل كوباية شاي. فأنت لو سبت المية تغلي أكتر هتلاقي إن المية طلع منها بخار. نفس الكلام، يعني أنت عليت درجة الحرارة، عليت العين بتاع البوتاجاز جامد، فبالتالي المية غلت اكتر. فلما غلت كتير حصل تبخر. انت فاهم؟ او المية اللي في الغلاية مالها تبخرت. نفس الكلام عندنا في البحر، لما الشمس بتبقى درجة حرارتها عالية وتيجي تخبط في البحر او تبقى عمودية على البحر، فالبحر ده بيحصل له ايه؟ في جزء منه بيتبخر، ده اللي هو بيكون السحب. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي العمليات التالية قد تكون مصدر مباشر للمياه الجوفية. المياه الجوفية دي اللي هي المياه اللي في بطن الأرض. تعال نفصصهم واحدة واحدة وأفهمك الدنيا. المياه اللي في بطن الأرض دي يعني أكيد مش هتيجي من بخر الماء. يعني المياه لما بتتبخر بتطلع في السماء. هو بيتكلم عن المياه الجوفية اللي فين؟ اللي في بطن الأرض. فبخر الماء دي مش هتنفع. التنفس في الإنسان، يعني بذمتك ودينك، أنت لما بتتنفس النفس بينزل لبطن الأرض ولا بيطلع في السماء؟ اكيد ما بينزلش في بطن الارض. النطح في النبات نفس الكلام، التنفس في الانسان نفس الكلام. انت عارف تسرب المياه ليه؟ لان المطر لما بتمطر يا معلم، المطر لما بتمطر الارض بتمتص الميه دي. لما الارض بتمتص الميه دي، الميه بتجري في بطن الارض فبتكون مياه جوفيه. طيب، تعرف دورة المياه في الطبيعة باسم الدورة، اسم الدورة الهيدرولوجية. انت ما خدتش الهيدروكهربية دي خالص، ما خدتش البيولوجيكيميائية دي، لا ما خدناش. انت ما خدتش حاجة اصلا غير الدورة الهيدرولوجية، صح؟ طيب، صلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعود الماء من اليابسة إلى المحيطات؟ كيف يعود الماء من اليابسة إلى المحيطات؟ عن طريق يا معلم، قلنا إن اليابسة للمحيطات، يعني هو عايز المية اللي كانت على الأرض ازاي ترجع يعني بص افهمك على حاجه. الشمس بتبقى عموديه على البحر، فبالتالي من كتر سخونتها الميه اللي في البحر مالها بتتبخر بتطلع فوق، بتتكثف، بتكون سحب. بتكون ايه؟ بتكون سحب. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما تكون السحب بعد كده المطر ايه؟ هتمطر. السحب معبيه ميه، فالميه دي مالها بتمطر. تمام؟ فالميه اللي بتمطر دي المطره بتنزل ايه؟ بتنزل على الارض، فالارض بتمتص الميه. الارض بتمتص ايه؟ بتمتص الميه. فالميه الارض لما تمتص الميه دي بترجع تاني من بطن الارض الى البحار والمحيطات تاني. خلي بالك ان انت عندك الجريان، تسرب المياه نفس الحاجه، يعني يعتبر نفس الشيء، هم يساووا بعض. الجريان دي الميه اللي بتنزل من السماء، الارض مالها؟ الارض بتشفطها فبتجري في بطن الارض. فلما بتجري في بطن الارض بتتسرب تاني للمحيطات. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. انما التطاير دي لا، التكثف هينزل لك الميه من السماء للارض، بس الجريان لما الميه تنزل للارض، الميه هتجري من بطن الارض ترجع على المحيطات تاني. يا رب تكون المعلومه وصلت. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما العملية المعاكسة لعملية التكثف في دورة الماء في الطبيعة؟ العملية المعاكسة لعملية التكثف في دورة الماء في الطبيعة. خلي بالك انت، عايز افهمك على حاجة. لما تيجي تحل اي سؤال، حضرتك اقرأ السؤال، اقرأ رأس السؤال 3 مرات. تحس ان انت اول مرة انت لسه عينك بتكتشف السؤال. تاني مرة بتبدأ ان انت تترجم السؤال. تالت مرة ان انت بتبدأ تحل في السؤال. فانت خلي عينك تمر على السؤال 3 مرات. تمام؟ يعني انا دلوقتي قرأت ما العملية المعاكسة لعملية التكثف في دورة الماء في الطبيعة. هبدأ ان انا اقراها مرة واثنين وثلاثة عشان ابدأ ان انا احل بتركيز اكتر. طيب، العملية المعاكسة لعملية تكثف الماء يعني ايه؟ عايز العملية اللي عكس عملية تكثف الماء. المية بتتكثف في السماء، تمام؟ لما بيحصل بخر، لما بيحصل تبخر، يعني الشمس بتبقى عمودية، او ان هي بتبقى درجة غليانها عالية، درجة غليانها عالية، فان هي بتبقى لما بتيجي على المياه اللي في البحر، المياه اللي في البحر مالها بتتبخر فبتطلع في السماء تكون ايه؟ تكون سحب، او تكون سحب فعلا. فالعملية دي اسمها عملية التكثف. طيب، تكوين
السحب اللي هي اسمها التكثف. كده انت كونت الميه، عايزين نفك الميه دي بقى على بعضها عن بعضها. يعني الميه اتكثفت فوق، دي كده العمليه اسمها عمليه التكثف. الا عكسها بقى، فاهم؟ يعني مثلا بقول لك لو عكس كلمه رايح فانا راجع، انت فاهم؟ عارف الاغنيه بتاع عمرو دياب انا رايح فين انا راجع تاني؟ فانت كده الاتنين عكس بعض، واحد رايح والتاني راجع، يبقى الاتنين ايه؟ عكس بعض. نفس الكلام بيقول لك ان انت عندك العمليه المعاكسه عكس عمليه التكثف. الميه لما اتكثفت فكده اتجمدت فوق او بقت في السماء. ايه العمليه العكس كده بقى؟ سقوط الامطار. سقوط ايه؟ سقوط الامطار. تمام. لازم الميه اللي اتكثفت دي، الميه اللي اتكثفت تنزل تاني، فكده انت كثفتها في مره، كده اتجمعت، بعد كده ايه؟ نزلت من السماء للارض. تمام. البخر في المسطحات المائيه لا، هي لما بتتبخر بتطلع في تطلع في السماء وبتعمل سحب. انصهار الجليد برضو لا. تسرب المياه من خلال مسام التربه دي برضو لا. هو عمليه مثلا انت دلوقتي عندك اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. عندك ايه يا معلم؟ عندك الميه، الميه اتكثفت هنا، دول شويه ميه، تمام، دول كده شويه ميه مع بعض، عايزينهم بقى المطره كده ايه؟ هتمطر. يعني ده السحابه، ده كده ايه؟ السحاب معبي ميه. اول ما السحاب ده يفك الميه او ان هو يفرغ الميه اللي جواه، الميه المطره دي هتبدا ان هي ايه؟ تمطر. فهنا كم تكثيف، هنا سقوط امطار. يا رب تكون المعلومه وضحت. صليت بنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 12، أي العمليات التالية تؤدي وصول المية إلى بطن الأرض؟ المية بتنزل لبطن الأرض إزاي؟ المية بتنزل لبطن الأرض إزاي يا معلم؟ ناخد القلم ده. طيب أي العمليات التالية تؤدي وصول المية إلى بطن الأرض؟ البخر ده مستحيل، لأن المية بتطلع من البحر تتكثف في السماء. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام. سقوط الأمطار لا، الميه بتسقط من السماء بتنزل على الارض بس، يعني ده سقوط الامطار اخرها انها تلمس الارض. طيب جريان الانهار دي بعيده خالص. يبقى الباقي ايه؟ تسرب خلال مسام التربه. المطر لما هتمطر هتنزل على اهي، هتنزل على ايه؟ هتنزل على التربه. بعد كده التربه هتعمل ايه؟ تبدا تمتص الميه. مش انت في الشتاء لما المطر بتمطر الارض بتبقى عباره عن طينه؟ ايه اللي حصل؟ الارض امتصت الميه، فالميه جرت في بطن الارض عن طريق ايه يا معلم؟ عن طريق مسام التربه. يعني التربه فيها مسام او فيها ثقوب مصت الميه اللي جواها دي. طيب الشكل المقابل يوضح جزء من دورة الماء في الطبيعة. تساهم ما هي العملية؟ العملية رقم واحد. العملية رقم واحد دي المفروض ان هي عملية تكوين السحب، او اللي هي عملية التبخر. صلى بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عملية ايه؟ عملية التبخر او تكوين السحب. شفت دي الاتنين صح. هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت هنا الشمس جاية على المحيط، تمام، الشمس سخنة قوي، تمام، فالمية، فالشمس لما تيجي على المحيط ايه اللي هيحصل يا معلم؟ ان هي من كتر درجة حرارتها المية اللي في المحيط مالها؟ هتتبخر، فهتتكثف فوق، تمام. فلما اتكثفت فوق كونت لي سحب، تمام، كونت لي يا معلم، كونت لي سحب. تعال نشوف بس بقية الإجابات، تعال نشوف بقية الإجابات. طيب سقوط التلج لا، هي عملية تكثف مش سقوط. تنفس النبات لا، لأن هو مش هقول لك هنا على إيه؟ على المحيط. بيقول لك المية اللي طالعة من المحيط طلعت في السماء، تمام، فطلعت في السماء دي عملت تكثف كونت لي سحب. سقوط الامطار لا، هو الميه طالعه من البحر للمحيط، من البحر للسماء، مش نازله من السماء للارض، تمام. يعني انت لو شايف السهم فهو طالع، هو مش نازل. صح يا معلم؟ صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال 14 بيقول لك استنى نمسح دي كده بالاستيكه. صلي بينا على النبي. التغير المستمر بين حالات المادة على سطح الأرض عبر نظام مغلق تقريبا يعرف بدورة. بالله عليك، بالله عليك، انا ذمتك ودينك يا راجل يا محترم، انت خدت دوره النيتروجين او خدت الكربون او خدت الاكسجين؟ هي الدوره الوحيده اللي كان عندك اسمها دوره ايه؟ دوره الميه. ده لو انت فاهم، اللي هو انت ما ذاكرتش خالص، فانت يعني هي باينه للعمى. فاهم قصدي؟ صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فانت ما فيش حاجه، ما شرحتش حاجه اسمها دوره عبر نظام مغلق يعرف بدوره الماء، تمام. ما شرحتش حاجه اسمها نيتروجين، ما شرحتش دوره الكربون، ما شفتش حاجه اسمها دوره الاكسجين يا معلم، تمام. ما تهبطش الله يبارك لك. صلي بينا على النبي. بعد كده بقول لك نسبة مساحة اليابس في كوكب الأرض. احنا قلنا إن احنا عندنا 70% مية، 30% يابس، تمام. يبقى 70% مياه، 30 ايه؟ يابس.
يابس بنطلون. صلي بينا على النبي. احنا قلنا سؤال 15، مساحة اليابس في كوكب الأرض عبارة عن احنا قلنا 70% مياه، 30% ايه يابس، فتبقى 30%. تمام. تمام. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 15 بيقول لك ان انت عندك نسبة مساحة اليابس، قلنا أي من أي العمليات التالية لو توقفت سيؤدي ذلك إلى اضطراب توازن دورة الماء على سطح الأرض وفي الغلاف الجوي بشكل إيه يا معلم؟ بشكل مباشر. هي عملية التوازن الماء أو عملية دورة الماء على سطح الأرض. دورة الماء أصلا بتبدأ إزاي؟ بتبدأ بالتبخر. يعني هو لو مفيش تبخر مفيش تكثف، مفيش تساقط امطار، مفيش سريان في بطن الارض. يعني دلوقتي التكثف ده بيحصل ليه يا معلم؟ بيحصل علشان حضرتك الشمس بقت عمودية او سخنة على البحر. تمام. فالبحر ده يا معلم مش قادر يستحمل سخونة الشمس، فايه اللي هيحصل؟ البحر ده هيتبخر، في شوية مية منه هيتبخر. بعد كده لما هيتبخروا هيبقوا في السماء، هيتكثفوا في السماء على هيئة سحب. السحب دي اللي بتمطر في الشتاء. تمام. يعني الشمس ده اصلا المطر بتمطر في الشتاء. صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بتمطر ليه؟ عشان السحب مليانه ميه. طيب السحب اللي مليانه ميه دي، الميه اللي جواها جت ازاي؟ جت لان الشمس كانت سخنه. تمام. وان هي كانت سخنه على البحار والمحيطات، والميه تبخرت. فلما تبخرت كونت لي سحب. ايه العمليه الاساسيه او الرئيسيه لدوره الماء على سطح الارض؟ او الدوره دي بتبدا بايه؟ بتبدا بالتبخر. تمام. فتبقى الإجابة باء. طيب خلينا نشوف سؤال 17. زيادة معدل النتح في النبات تؤثر بشكل غير مباشر على دورة الماء في الطبيعة من خلال يا معلم ان انت زيادة بخار الماء في الغلاف الجوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت زيادة معدل النتح في النبات، النتح اللي بيحصل في النبات ده تؤثر بشكل غير مباشر. تقليل هطول الامطار، النبات مالوش دعوه بتقليل المطر. خفض معدل التبخر، بالعكس ده كده بتزيد معدل التبخر. تثبيت ثاني اكسيد الكربون في الورق، لا ملهاش علاقه. تمام. فتبقى الاجابه باء. طيب اي مما يلي يعد من العوامل اللا حيويه للبيئه؟ قلت لك ان انت كان عندك عوامل حيويه وعوامل غير حيويه. العوامل الحيويه ده يا معلم قلت لك الحاجه اللي فيها الروح، اللي فيها حياه. تمام. اسمها حيويه، يعني حاجه فيها حياه، حاجه بتتنفس. تمام. مبدئيا كده يا معلم ان انت عندك الانسان بيتنفس، الحيوان بيتنفس، النبات بيتنفس. مش النبات بيتنفس بياخد ثاني اكسيد الكربون وبيديك انت اكسجين؟ طيب مين اللي ما فيهوش روح او ما فيهوش نفس او مش عايش زينا؟ الميه. دي من الحاجات اللا حيويه. تمام. انما الانسان والحيوان والنبات عوامل حيويه. طيب تعال نشوف يا معلم سؤال 19. عايزك بس تصلي بينا على النبي كده الاول صلى الله عليه وسلم. لا استنى مش وقته. ماشي. صلي بينا على النبي. اي مما يلي يعد من العوامل الحيويه للبيئه؟ العوامل الحيويه العوامل اللي فيها روح، العوامل اللي فيها حياه، العوامل اللي عايشه زيك زيها، الكائنات الدقيقه. قلت لك زي البكتيريا والفطريات. الهواء فيه روح، يعني الهواء مش عارف الهواء بياكل ويشرب زينا؟ لا. التربة برضو لا. الضوء لا. مفيش الا مين؟ الكائنات الدقيقة اللي هي البكتيريا، واكتبها عندك بعد اذنك، والفطريات. تمام. ودي النقطة التانية. بس فتعالوا نشوف السؤال رقم 20. تعتبر البيئة نظام كامل ليه؟ حيث تنفصل مكونات البيئة عن بعضها. انا قلت لك ان هي ما بتنفصلش، ما ينفعش تنفصل العوامل او المكون الفيزيائي عن المكون الكيميائي. مستحيل يا باشا. يتكون هذا النظام من عناصر فيزيائيه وكيميائيه فقط. بص يا باشا، اي كلمه فيها خدها مني نصيحه كده قدام، اي حاجه فيها فقط فما تختارهاش. ماشي. يعني هي ما بتتكونش من عناصر فيزيائيه وكيميائيه بس. تمام. لا تنفصل مكونات البيئه عن بعضها، دي الصح. ان هم متماسكين مع بعض وان هي مش بتنفصل. تمام. ان هي مالها مش بتنفصل عن بعض. صلى الله عليه وسلم. طيب لا تتأثر بالعناصر البيولوجية، بتتأثر ونص كمان. تبقى الإجابة رقم 20 هتبقى جيم. طيب مما يتكون النظام البيئي؟ النظام البيئي ده بيتكون من المفروض ان هي مكونات حيه فقط. قلت لك لا، ما تختارش اي حاجه في فقط، ما تختارش اي حاجه في فقط. انا قلت لك ان البيئه بتتكون من مكونات حيه ومكونات غير حيه، ففقط
حية بس؟ لا. غير حية بس؟ لا. مجتمع من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها البعض ومع المكونات الغير حية، المفروض ان الإجابة هتبقى جيم. مجتمع من الكائنات الحية معزول عن المكونات الغير حية، قلت لك الاتنين لازم يعيشوا على بعض أو يعيشوا من بعض. يعني مثلا أنا كإنسان، أنا كائن حي من الحاجات الايه الحيويه، والهواء من المكونات الغير حيويه. هل انا اقدر ككائن حي اعيش من غير الهواء؟ لا. فالاتنين لازم يكونوا مالهم يتفاعلوا مع بعضهم البعض. فهمت الفكره؟ طيب عايزك تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم ونخش على سؤال 22. ما هو الهدف الرئيسي من تفاعل الكائنات الحيه مع بعضها ومع المكونات غير حيه في نظام البيئي؟ المفروض ان هما الاتنين دول مع بعض يا معلم. طيب سؤال 22، ما هو الهدف الرئيسي من تفاعل الكائنات الحية مع بعضها ومع المكونات غير الحية في النظام البيئي؟ يعني ايه الهدف من كده؟ يعني هي الكائنات الحية بتتفاعل مع المكونات الغير حية ليه؟ عشان ينتجوا طاقة مثلا؟ لا، هي ملهاش علاقة. انت فاهم ان هو انت مش شرط تديك طاقة يعني. يعني ازاي التكاثر؟ ازاي مثلا حاجة من الكائنات الحية هتتكاثر مع حاجة من الكائنات الغير حية؟ بالله عليك ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا. تبادل الغازات، خلي بالك بقى، انت لو جيت تقارن ما بين جيم ودال، فتبادل الغازات لا مش شرط، فاهم؟ لكن انت بتتفاعل فعلا بتتفاعل مع الكائنات الحية علشان تتكيف مع الظروف المتغيرة. صلى بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجابة هتبقى جيم. عايزك تصلي بينا على النبي وندخل على سؤال 23. أي من الأمثلة التالية يعد من أنواع أنظمة البيئة؟ أنت عندك البيئة أصلا تتكون من 4 أغلفة، اللي هو نظام صحري ومائي وجوي وحيوي. طيب المصانع أصلا اللي عندك؟ لا. مدن كبرى؟ لا. ما عندكش حاجة في أنواع الأنظمة غير نظام الصحراوي. تمام، يبقى صحراء ومية وغابات وغلاف حيوي. طيب عايزك تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم وتخش على السؤال رقم. طيب سؤال 24 بيقول لك ما هي نسبة المياه المالحة تقريبا من إجمالي المياه على سطح الأرض؟ خلي بالك إن هو سألك على نسبة المية المالحة مش نسبة المية عموما. نسبة المية اللي موجودة على الأرض 70%. كل المية اللي موجودة على نسبة الأرض مالح بغير مالح نسبته كام؟ 70%. طيب 97% دي بتاع ايه؟ يبقى انت كده المية اللي موجودة على الأرض كلها نسبتها كام؟ 70%. طيب نمسك 70% دي بقى نفنطها. قال لك 97% من المية اللي موجودة على الأرض عبارة عن ايه يا معلم؟ عبارة عن محيطات وبحار وبحيرات مالحة. يبقى نسبة المية المالحة كام؟ 97%. طب 1% وال2%؟ قال لك نسبة المية المتجمدة على الأرض نسبتها كام؟ 2%. 1% المية اللي هي المية العذبة. تبقى الإجابة رقم 24 هتبقى د. طيب أين توجد النسبة الكبرى من المياه المالحة في على سطح الأرض؟ المياه المالحة هتبقى موجودة فين؟ في بحيرات مالحة. يعني ما تفتيش، الله يبارك لك. يعني السؤال حل لنفسه. تعالى يا عم، تعالى نحل مع بعض. الأنهار والبحيرات العذبة قال لك مالحة، تروح تختار له عذبة؟ بالله عليك وهتعمل حركة زي دي. المياه الجوفية لا. تمام. قمم جليدية بيقول لك مياه مالحة. الجليد ده متجمد. انت فاهم؟ فهو انت السؤال باين للعمى، انت ما ينفعش تغلط في السؤال ده. الله يبارك لك. تمام، خد سكرين من الفيديو في اللقطه دي يا معلم وابعتها لي وقول لي انت اخترت السؤال ده ايه. تمام عشان ما تغلطنيش. سؤال 25 اين توجد النسبه الكبرى من الايه الميه المالحه؟ الميه المالحه موجوده في المحيطات والبحار والبحيرات المالحه. اللي نسبتها كام بقى؟ اللي نسبتها 97 اللي احنا لسه حلين السؤال ده فوق. طيب اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. تعالى نحل على سؤال 26. دي يا باشا سؤال 26. لماذا لا تكون المياه المالحة صالحة بصورة مباشرة لاستهلاك البشر والاستخدامات الأخرى؟ أنت بالله عليك، أنا راضي ذمتك ودينك يا راجل يا محترم. ينفع تشرب ماء بملح؟ يعني أنت الطب زي كنت تموت فيها. ماشي. تعال نشوف لماذا لا تكون المياه المالحة صالحة بصورة مباشرة. أنت ليه ما ينفعش تستخدم المياه المالحة؟ المياه المالحة باردة؟ ملهاش علاقة. يعني أنا بفهمك إن المياه المالحة مش شرط تكون باردة. تمام، لا باردة ولا سخنة.
احتوى على كائنات دقيقة، يعني لا ما فيهاش كائنات دقيقة ولا حتى ثواني ولا ساعات. تبقى الإجابة محتوى العالي من الأملاح. بيقول لك ما ملح، أكيد فيها ملح، يعني أنت ما تشغليش دماغك، الله يبارك لك. طيب نصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 27، ما هي نسبة المياه العذبة المتاحة تقريبا للاستهلاك البشري؟ نسبة المياه العذبة كام يا أخويا؟ نسبة المياه العذبة كام؟ جاوب. نسبة المياه العذبة قلنا 1%، لسه شارح السؤال ده فوق. 1% مياه عذبة، 2% جليد، 70% من نسبة المياه كلها على بعضها، 97% مياه مالحة. عايزك تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم ونخش على سؤال 28. بيقول لك أي من الفوائد التالية تنتج عن عملية النتح في النبات؟ صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك لو تفتكر ان احنا كنا في عملية النتح، كان من فوائد النتح ان النبات بيبقى جسمه سخن، تمام؟ فان هو لازم يفقد المية اللي جواه ده علشان يخفض درجة حرارة الجسم، فتبقى الإجابة باء. علشان النبات بيطلع المية اللي جواه عشان جسمه سخن، تمام؟ جسمه سخن، فان هو بيخرج المية اللي جواه. طيب كيف يساهم النتح في صعود الماء والأملاح من الجذر إلى الأجزاء العليا من النبات؟ تعال نقرأ السؤال تاني. كيف يساهم النتح في صعود المية؟ النتح هو يعني ايه عملية النتح أصلا؟ لا اوعى تغلط فيها، اوعى تغلط فيها. كيف يساهم النتح في صعود الماء والأملاح من الجذر إلى الأجزاء العليا؟ يعني لما يحصل عملية نتح، المية والأملاح بيطلعوا للنبات ازاي؟ مش النتح النبات بيخرج المية اللي جواه، صح؟ صح. طب لما يخرج المية اللي جواه هيبقى عطشان. يعني انت مثلا دلوقتي لعبت كوره، لعبت ماتش ساعه، هتطلع من الماتش عطشان، هو نفس الكلام، لان انت فقدت ميه وعرقت وانت بتلعب، فانت العرق ده انت فقدت ايه؟ فقدت ميه، صح؟ صح. طيب النبات برضو بيعرق، بيطلع الميه اللي جواه، بيطلعها بعمليه اسمها عمليه النتح. طيب لما يفقد الميه، لما يفقد الميه اللي جواه، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هيعطش، هيجيب ميه واملاح منين بقى؟ تعال نشوف. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عن طريق زياده الضغط الجذري، دي ما ملهاش علاقه، فاهم؟ عن طريق خلق قوه تسحب الماء والاملاح خلال نسيج الخشب، صح؟ هتبقى الاجابه ب. تعرف ليه هتبقى الاجابه ب؟ لان الميه لما هتفقد، او لما النبات هيفقد الميه اللي جواه، هيطلع الميه والاملاح. يعني كده الارض فيها ميه واملاح، تمام؟ فالنبات عن طريق الجذور بتاعته اللي موجودة في الأرض بيبدأ إن هو يسحب مية أملاح من الأرض عن طريق خلال اسمه خلال نسيج الإيه؟ الخشب، تمام؟ التناضح العكسي ده أنت ما خدتهاش، دفع الماء بقوة للأعلى، تمام؟ فتبقى الإجابة ب. يعني النبات لما بيفقد مية، النبات فقد مية، هيجيب مية منين تاني؟ ما هو عطش، عن طريق الجذور بتاعته اللي موجودة في باطن الأرض. طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. أي من سؤال 30، أي مما يلي يعد من الفضلات النيتروجينية التي يتخلص منها الكائن الحي في خلال الإيه؟ الإخراج. هقول لك على حاجة، تعالى نقرأ السؤال ده مع بعض تاني. أي مما يلي يعد من الفضلات النيتروجينية، خلي بالك إن هو قال لك فضلات نيتروجينية، تمام؟ ما أكلمكش على الإخراج عموما. أنت عارف لو قال لك أي مما يلي يعد من عملية الإخراج في الكائن الحي، كنت تقول له ثاني أكسيد الكربون وبخار المية والفضلات النيتروجينية، لكن هو بيسألك إيه الفضلات النيتروجينية دي عبارة عن إيه؟ فتقول له عبارة عن أمونيا ويوريا وحمض البوليك. أمونيا ويوريا وحمض البوليك. عندك إيه من التلاتة هنا؟ عندك رقم تلاتة اللي هي تبقى جيم، تبقى الإجابة يوريا، لأن أنت عندك الفضلات النيتروجينية دي عبارة عن تلات حاجات، قال لك إن هي أمونيا ويوريا. أمونيا، يوريا، حمض الإيه؟ حمض البوليك. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فتبقى طالما قال لك عمليه من الفضلات النيتروجينيه، حدد لك هنا فضلات نيتروجينيه، فايه هي الفضلات النيتروجينيه اللي عندك؟ امونيا ويوريا حمض البوليك. لكن لو قال لك عمليه الاخراج عموما، يبقى يقصد ثاني اكسيد الكربون، بخار ميه، والفضلات النيتروجينيه. عايزك تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم وندخل على السؤال رقم 31. العمليه التي تساهم في تكوين السحب. قلنا تكوين السحب اللي هي اسمها عملية التكثف. الترسيب ده لا، تمام؟ لأن الترسيب ده المية نازلة من فوق لتحت، اللي هي من السماء للأرض، تمام؟ التبخر المية طالعة من فوق. المية صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. 31 بيقول لك العملية
العملية التي تساهم في تكوين السحب في دورة الماء. السحب بتتكون ازاي؟ اسم العملية دي اسمها ايه؟ اسم التكثف. يعني التبخر ده يا معلم، المية بتطلع من البحر بتتكون في السماء، صح؟ بيكون لك سحب. السحب اللي بتتكون دي السحب اللي بتتكون دي اسمها ايه؟ اسمها تكثف. تكثفت في السماء، يعني السحب، الميه اللي موجوده اللي طلعت من البحر طلعت في السماء، تجمعوا مع بعض كده، تمام، عملوا شله مع بعض في السماء اسمها شله الايه؟ التكثف. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال 32. اي من العمليات البيولوجيه التاليه تساهم في دوره الماء في الطبيعه؟ دورة المية اللي هي عبارة عن ايه يا معلم؟ عبارة عن تنفس واخراج ونتح. يعني دورة المية دي اللي هو بيقول لك ان الميه طالعه من البحر، يعني الكام عمليه بتاعتنا اللي هم التبخر والتكثف والترسب او الترسيب، والسريان واللي هي جريان الماء. طيب الاحتراق والتآكل ده ملهاش علاقه بدوره الميه. دوره الميه دي اللي هي دوره الميه اللي طالعه من البحر اللي هي اسمها عمليه التبخر. الدوره دي كلها اسمها دوره الايه؟ دوره الميه. يعني ايه دوره الميه؟ يعني الميه عامله زي الدايره. دايره ازاي؟ ان هي بتطلع من البحر وبتطلع وبتوصل للسماء، بتكون سحب، بعد كده المطره بتمطر، بعد كده المطره الطينه او التراب بيمتص الميه اللي نازله من السماء، فبيبدا ان الميه دي يا معلم بتتسرب من خلال التربه، وبعد كده توصل البحار والمحيطات تاني. فعشان كده اسمها دورة. يعني بتبدأ مثلا من التبخر وتنتهي بس فبتنتهي بعملية اسمها عملية ايه يا معلم؟ عملية التسرب. يعني التسرب ده اللي هي المية، المطره مطرت فمطرت على الارض، فالارض امتصت الميه، الميه اتسربت من خلال مسام الارض ان هي وصلت تاني للمياه، للبحار والمحيطات. فتبقى الاجابه رقم باء. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. التنفس والاخراج والنتح. التنفس والاخراج واليا معلم والنتح. طيب تعال نشوف بقية الإجابات. الاحتراق والتآكل دي مستحيل. التهوية والتعرية لا، ده في الجيولوجيا ان شاء الله ما توصل تالتة ثانوي وكده ان شاء الله. الترسيب والتكثف لا، الترسيب والتكثف لا، هي الدورة الأساسية بتاعتنا اللي هي لازم تبدأ بالتنفس والإخراج والنتح. لأن كده احنا الحمد لله خلصنا. الاربع اسئله بتوع المقال دول هحلهم لك بالتفصيل وابعت لك اجابتهم على الجروب بتاعنا باذن الله. حضرتك دلوقتي هتعمل حاجه لازم هشوفها منك باذن الله في السنتر بتاعنا. حضرتك مثلا غلطت في 5 اسئله او 6 اسئله، حضرتك لازم تكتبهم لي في كشكول خارجي، تكتبهم في كشكول خارجي وتكتب لي الصح بتاعهم ايه. يعني مثلا تيجي تقول لي يا مستر انا غلطت في انا هسالك مني لنفسي، تقول لي ايه؟ هقول لك وريني الاسئله اللي انت غلطت فيها في الواجب. فانت مثلا غلطت في 5 اسئله، فحضرتك هتكون كاتبهم في كشكول خارجي، بحيث ان السؤال اللي احنا نغلط فيه دلوقتي لازم تعرف اجابته. طيب انا هتاكد ازاي ان انت عرفت اجابته؟ هتاكد عن طريق ان انت عامل كشكول خاص بالعلوم المتكامله وتكتب فيه كل الاسئله اللي انت غلطت فيها في الواجب والامتحان. تمام، تيجي الحصه الجايه تقول لي يا مستر دي الاسئله اللي انا غلطت فيها وعرفت الصح بتاعها. تمام. اي حد يعطل في اي حاجه يكلمني على الواتس باذن الله، هرد على كل الناس. وان شاء الله باذن رب العالمين يعني هثبت موعد ان احنا نرفع فيه حل الواجب بتاعنا بالتفصيل. لان انا لو قعدتك في السنتر وشرحت لك الواجب بتاعك في ساعه ونص او ساعه، حضرتك هتزهق مني، وان انت دماغك مش هتبقى قادره تتقبل المعلومه. فانا بشرحها لك دلوقتي في فيديو احسن ليك. تمام. بس واي حد يحتاج اي حاجه يكلمني على طول، ما يتكسفش. زي ما قلت لك الاسئله المقاليه دي هحلها لك بالتفصيل في ورقه وابعتها لك على الجروب، وهي برضه هشرحها لك بالتفصيل. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. بالتوفيق يا دكاتره.